أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم لا يمكنهم تمثيل العالم الإسلامي. في 8 كانون الثاني يناير زار وفد من 30 عضوا من المجلس العالمي للجمعيات الإسلامية لتركستان الشرقية، وفي أنباء ذات صلة في وسائل الإعلام الصينية، فإن الوفد المكون من 30 عضوا الذي يزور تركستان الشرقية هم علماء مسلمون من 14 دولة، من بينها السعودية والإمارات ومصر والبوسنة وصربيا. فسبب غضب مجتمع الأيغور ليس لزيارة علماء المسلمين لتركستان الشرقية، بل حقيقة أن هؤلاء الأفراد الذين نالوا شرف مناداتهم بالعلماء في العالم الإسلامي أيدوا تبرير الإبادة الجماعية الصينية بطريقة تتعارض مع قيم الإسلام والإنسانية. إذن من هم هؤلاء الأشخاص بالضبط؟ وماذا عن المجلس العالمي للجمعيات الإسلامية الذي يمثلونه؟ وفي صحيفة تابعة للحزب الشيوعي الصيني جلوبال تايمز نشرت بعض المعلومات حول الزيارة والأشخاص الرئيسيين فيها. وقد زار الممثلون بدءا مما يسمى بمظاهرة مناهضة الإرهاب في تركستان الشرقية إلى المتاحف والمساجد والكليات الإسلامية لتطميس تكذيب انتقاد الدول الغربية للصين العلانية بحجة أنها تضمن حق الهوية للأيغور ومعتقدهم الديني، وتعمل باستمرار على تطوير وتحسين ظروف أماكن الأنشطة الدينية لهم. قال ممثل ما يسمى بمعرض شينجيانغ الدولي أنه من عام 1990 إلى 2016 عاما ارتكبت ما يسمى بالقوة الثلاثة أعمالا إرهابية مختلفة، ونادوا بانضمام الجميع الأعراض ضد هذه القوة الثلاثة، وخلقوا حالة سلمية وسعيدة مثل اليوم. يذكر أن بعض النواب الذين حضروا المتحف كانوا منبهرين بما يسمعوه معبرين بل وغضبهم من هؤلاء الإرهابيين. يحتى مراسل دولة الإمارات العربية المتحدة فهد جمال أحمد صور المشاهد باستمرار وقال: هذا النوع من الإرهاب لا علاقة له بالدين، وهو مستوى لا يمكن تصوره من الشر. كما صرح علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية في المعرض أن ما نراه اليوم هو الحالة الأصلية للمنطقة، وأن هذا النوع من الإرهاب يحدث ليس فقط في الصين ولكن في جميع أنحاء العالم، وكل هذا يجب تدوينه في التاريخ. ليست هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية لتركستان الشرقية. إنه شخص يواصل القدوم إلى الصين، ولديه صداقة عميقة مع الصين لسنوات عديدة، حيث شارك في معرض بكين الدولي للبستنة 2019 كممثل لمعرض بكين الدولي للبستنة جناح الإمارات العربية المتحدة. المنصب الحالي للرشيد النعيمي ورئيس اللجنة المركزية الدولية لمكافحة الإرهاب وتطرف في أبو ظبي، والرئيس الحالي للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية الذي أسسه. في الواقع الرشيد النعيمي الرئيس المشارك لما يسمى وفد العلماء المسلمين من 4 دولة للدفاع عن الصين، هو بلا شك أفضل صديق وشريك للصين. الراشد النعيمي بصفته أحد المسلمين الذين دعموا على الدوام ما يسمى بحرب الصين على الإرهاب، أيد بقوة سياسة الحكومة الصينية المتمثلة في المعسكرات في مؤتمر متلفز بعنوان شينجيانغ مكان جيد نظمته الصين في السعودية أبريل الماضي. وأشاد مصطفى سيرك المفتي البوسني السابق للمجموعة التمثيلية بما يسمى بسياسة الصين لمكافحة الإرهاب لأنها جلبت ثمار الانسجام إلى تركستان الشرقية. في الواقع منذ عام 1999 كان لمصطفى سيرك رئيس البوسنة علاقات وثيقة مع الصين، وأشاد بتاريخ الصين وثقافتها. وفي عام 2013 قال: إن الصين دولة يمكن أن تكون قدوة للعالم في التعايش المتناعم بين العديد من المجموعات العرقية.
ووفقا لزيارة الوفد إلى تركستان الشرقية، فإن الهدف الأساسي للحكومة الصينية هو إثبات وجود 3 قوى في تركستان الشرقية: الإرهاب، التطرف، والانفصالية. ثم حاولوا محي أثار جرائمهم من خلال إظهار ثقافة الأيغور وإجبار الأهالي لتأتية 12 مقاما، وأخذهم إلى المساجد والكلية الإسلامية وأماكن التراث الثقافي الأيغور في تركستان الشرقية، مما يدل على أن الأيغور اكتسبوا حياة جديدة وحياة سعيدة بعدما أنشأوا بما يسمى بمرافق إعادة التعليم. فعلى الرغم من أن الحكومة الصينية كانت تدير هذا النوع من الدعاية المزيفة والمنافقة للسنوات، إلا أنها لم تكن ناجحة كما هي اليوم، انطلاقا من طبيعة هذا الوفد الزائر لما يسمى بعلماء المسلمين. من الواضح أن الصين لم تكن قادرة على الحفاظ على صورتها في العالم الإسلامي لفترة طويلة، لأنه من الواضح من نظم الوفد وكذلك التواصل الودي من أقوى الأصوات للصين في مجموعة الوفد كانت الزيارة هادفة ومخططا لها، فالسبب الوحيد لجلب الصين هؤلاء الأفراد إلى تركستان الشرقية هو إنكار الإبادة الجماعية للأيغور والكذب بشأنها وخداع العالم من خلال ادعائهم أن كل ما يقال عن الصين هي لعبة من الدول الغربية. تنظيم الوفد من المجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية هي منظمة جديدة أنشأها في السنوات الأخيرة الرشيد النعيم، وهو صديق قديم للصين. الممثلون هم من المسلمين الموالين للصين الذين دعموا الصين ورفعوا أصواتهم لصالح الصين لسنوات. هناك أدلة كافية على أن الإبادة الجماعية للأيغور ليس لعبة اخترعتها الولايات المتحدة والدول الغربية، ولكنها حقيقة فولاذية. شهود معسكرات الاعتقال من الأيغور والتقارير البحثية من قبل معاهد البعوث والباحثين المرموقين دوليا ووثائق الحكومة الصينية المسربة كلها أمثلة على ذلك، إذ لم تكن الصين قد ارتكبت جريمة ولم ترتكب إبادة جماعية ضد الأيغور، فسيكون من الضروري رفع حصار المعلومات تماما في تركستان الشرقية وإفساح المجال للدفاع عن براءتها. لكن الصين تحجب كل المعلومات وتنفي الأدلة وتحاول تبرير جرائمها من خلال الشعب الصيني المقيمين في الخارج. وعلى الرغم من أن للصين حضورا طويلا مؤثرا في العالم الإسلامي، فإن هذا لا يعني أنه يمكنها إخفاء جرائمها. في الوقت الحالي تولى المجتمعات الإسلامية في العالم الغربي والدول الإسلامية اهتماما وثيقا للإبادة الجماعية للأيغور وتدعم الأيغور. وعلى النحو الآخر يدرك الأيغور جيدا الاختلاف بين المسلمين والصين أو الدول، وعامة الناس لا يعتبرون ممثلين مشتركين للعالم الإسلامي، ولا تعتبر آراؤهم وجهة نظر مشتركة للمسلمين، ولا تعتبر آراؤهم وجهة نظر مشتركة للمسلمين. كما يعتقد المؤمنون الحقيقيون أن ملايين الأيغور المسجونين في المعسكرات الاعتقال بسبب اللحى والقمصان الطويلة والأسماء العربية والحج ليسوا إرهابيين. إذا كانت الصين تريد الدفاع عن نفسها فعليها أن تجرع على إظهار الحقيقة لجميع الأطراف، وليس الاعتماد فقط على الشعب الصيني في العالم، سواء أكانت الإبادة الجماعية للأيغور صحيحة أم خاطئة. وما إذا كان الأيغور قد تعرضوا للقمع أم لا، يجب الرد عليها ليس عن طريقة الدعاية الكاذبة، ولكن من خلال الكشف عن الحقيقة. خلاف ذلك من الواضح أن الحكومة الصينية ستدفع الثمن الباهظ لإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الأيغور.